فيلمنا بيبدأ في مدينة إيرندل، وبنشوف مجموعة من العمال بيغنوا وهما بيحفروا في الجليد، وبيكون معاهم طفل صغير اسمه كريستوف. وفي نفس الوقت بنشوف طفلة موجودة في القصر وبيكون اسمها أنا، وبتبقى بتحاول تصحي أختها الكبيرة إلسا علشان يلعبوا مع بعض. فبتضطر إلسا تصحى علشان تروح معاها وتعمل لها خدعة سحرية، وساعتها بنكتشف إن إلسا عندها قوة سحرية وهي التحكم في التلج. وبعدها بتعمل إلسا رجل تلجي وبتسميه أولاف، وبيكملوا اللعب سوا. وبتكون أنا فرحانة جدًا علشان بتقضي وقت جميل مع أختها إلسا، بس وهما بيلعبوا بتقع أنا على الأرض وبتحاول إلسا تنقذها، ولكنها بتحدف عليها كرة تلج بالغلط بتخليها تفقد الوعي تمامًا. فبترتبك إلسا وبتكون مش عارفة تتصرف إزاي، وبيجي باباها ومامتها بسرعة وبيكونوا قلقانين جدًا على أنا. وبنعرف إن باباهم يبقى ملك المدينة، بس لما بيلاحظوا إن بنتهم حرارتها بتعلى أكتر ومش بتخف، وقتها بيقرروا يخرجوا بسرعة برا المدينة علشان يدوروا على علاج ليها. وساعتها بيشوفهم الطفل اللي اسمه كريستوف وبيركب على الغزالة بتاعته وبيروح وراهم. وبعد شوية بيوصلوا المدينة فيها كائنات سحرية غريبة شبه الصخور، وبيطلبوا من القائد بتاعهم إن يعالج بنتهم أنا. وفعلا بينجح إنه يعالجها، لكنه بيضطر يمسح من ذكرياتها أي حاجة تتعلق بقوة إلسا السحرية علشان ما تفتكرش الحادثة وقلبها يتأثر تاني. وبعدها بيقول لهم إن في مشكلة، وهي إن إلسا مع الوقت قوتها هتزيد جدا لدرجة كبيرة، وده ممكن يخليها تبدأ تخاف من قوتها وتفقد الثقة بنفسها، وإنها لازم تتعلم تسيطر على قوتها علشان سكان المدينة ما يتخافوش منها. وعلشان كده لما بيرجعوا بيقرر باباهم إنه يقفل كل أبواب القصر ويخفي إلسا عن كل الناس. وبتفضل إلسا في أوضتها لفترات طويلة جدا، وبتكون دايما بعيدة عن أختها أنا وما بتلعبش معاها خالص، وده علشان بتكون خايفة تتسبب لها في أي أذى بسبب قوتها السحرية. بس بتكون أنا متضايقة بسبب بعد أختها عنها وما بتبقاش فاهمة هي بتعمل معاها كده ليه. وبعد سنين كتير بقى بيقرر باباهم ومامتهم إنهم يسافروا في رحلة استكشافية لمدة أسبوعين، وأثناء رحلتهم في البحر السفينة بتاعتهم بتغرق وبيموتوا. وبيوصل بعدها الخبر لأهل المدينة اللي كلهم بيزعلوا جدا، بس وقتها بتكون إلسا في أوضتها ومش راضية تخرج علشان محدش يعرف حاجة عن قوتها. وبتتضايق أنا أكتر بسبب بعد أختها عنها في الظروف دي. وبعد 3 سنين بترجع البهجة مرة تانية لسكان المدينة، وبيحتفلوا بتتويج إلسا كملكة ليهم. وبتكون أنا ساعتها فرحانة جدا بالاحتفال ده، وبتلبس هدومها بسرعة وبتخرج علشان تبدأ تشرف على الاحتفال بنفسها. بس وقتها بتخبط في واحد اسمه هانز، فبيساعدها وبيعرفها على نفسه، وبيقول لها إنه أمير من الجزر الجنوبية. وبتعرفه أنا بنفسها هي كمان، وبتقوله إنها أميرة المدينة. وفي الوقت ده بتخرج إلسا وبتبدأ حفلة التتويج وبتلبس التاج، وبيطلب منها المسؤولين إنها تقلع الجوانتي بتاعها علشان تمسك الصولجان الملكي. فبتتردد إليسا وبتبقى خايفة إن الصولجان يتجمد قدام الناس ويكتشفوا سر قوتها السحرية، ولكنها بتقلع الجوانتي فعلا وبتمسكه. ولما بتحس إليسا إنه فعلا بدأ يتجمد بترميه بسرعة من إيديها وبتلبس الجوانتي مرة تانية. وبيتم تقديم إليسا لكل السكان وتعيينها رسميا كملكة للمدينة، وبتتقدم أنا للناس على إنها الأميرة. وبعدها بتبدأ الحفلة وبيرقص كل سكان المدينة وهم فرحانين، وبتقول أنا لأختها إلسا إنها فخورة جدا بيها، وإنها مبسوطة إنها خرجت أخيرا من العزلة اللي كانت عايشة فيها. وبتحاول تمسك إيديها علشان يرقصوا مع بعض، فبتنفعل إلسا وبتبعد عنها علشان قوتها السحرية ما تتكشفش، وبتسيبها وبتمشي. وفجأة أنا بتخبط في الأمير هانز مرة تانية، وبعدها بيرقصوا مع بعض وبيخرجوا يتمشوا وبيقضوا وقت ممتع سوا، وبيقعدوا يتكلموا عن حياتهم الشخصية. فبيقول لها الأمير إن هو عنده 13 أخ وكلهم بيكرهوه، فبتقول له أنا إنهم شبه بعض لأن أختها إلسا طول الوقت بتبعد عنها لسبب هي مش عارفاه. فبيقول لها الأمير وقتها إن هو حاسس بالحب ناحيتها وبيعرض عليها الجواز. فبتوافق أنا وبتروح بسرعة لأختها إلسا وبتطلب موافقتها علشان تتجوزوا. بس بتتفاجئ إلسا من طلبها وبترفض الجوازة دي، لأن أنا لسه متعرفة على هانز وإنه مش طبيعي إنها تتجوز حد عرفته من يوم واحد، وإنها أكيد ما تعرفش عنه حاجة. بس بتفضل أنا تحاول تقنعها وبدون قصد بتحرجها قدام كل الناس اللي في الحفلة لما بتقولها إن هي مش عاوزة تعيش منعزلة عن الناس شبهها. فبتتعصب إلسا وبتقاطع كلامها وبتعمل حاجز من التلج. وبيتفاجئ كل الناس اللي في الحفلة لما بيشوفوا قوتها السحرية، وبتنهار إلسا لما بتشوف نظرات الناس ليها وبتخرج من القصر بسرعة. بس وهي بتجري بتلمس نافورة المية بتاعت المدينة بدون قصد، فبتتحول كل المية اللي فيها لتلج، وده بيخلي كل أهل المدينة يخافوا منها. وبتبدأ وقتها تفقد السيطرة على قوتها وبتحدف كتل ثلجية على الناس بدون قصد، وبتهرب بسرعة لحد ما بتلاقي قدامها نهر وبتحوله كله لتلج، وبتمشي عليه وبتخرج من المدينة.
وبسبب اللي حصل ده بيتحول الصيف لشتا، وساعتها بتفهم أنا أخيرا سبب عزلة أختها إلسا، وإنها كانت مخبية سر قوتها السحرية طول السنين اللي فاتت دي علشان الناس ما يخافوش منها ويتجنبوها. فبتقرر أنا تروح تدور على أختها وترجعها علشان بتبقى خايفة عليها، وبتقول لأهل المدينة إن هانز هيبقى هو المسؤول في غيابها. وقتها بتوصل إلسا لمنطقة جليدية وبتبدأ تستخدم قوتها، وبتقول لنفسها إن هي مش هتخاف من الناس مرة تانية، وإنها لازم تعيش بحرية. وبتبني قصر كبير جدا من التلج علشان تعيش فيه بعيدة عن الناس، وساعتها بتكون فرحانة لأول مرة في حياتها. وبنرجع لأنا اللي بتوصل لمنطقة جليدية وبتقعد تدور على أختها، ولكن فجأة بيقع عليها تلج، فبيخاف الحصان بتاعها وبيهرب. وبيدخل عليها الليل وبتحس بالبرد، فبتدخل محل علشان تشتري جزمة تساعدها في المشي على التلج علشان تقدر تكمل بيها طريقها. وبتسأل صاحب المحل إذا كان شاف إلسا في أي مكان، فبيقول لها إنه ما شافش أي حد لأن في عاصفة تلجية قوية جدا. وفجأة بيدخل عليهم شخص متغطي بالتلج، وبيقول لصاحب المحل إن هو هيدفع له فلوس الحاجة اللي أخدها بعدين، فبيرفض صاحب المحل وبيرميه بره. وبنكتشف إن الشاب ده هو الطفل كريستوف اللي شاف أنا وهي صغيرة لما كانوا عند الكائنات السحرية. وبتروح له أنا وبتشتري له الأدوات اللي طلبها من صاحب المحل، وبتقوله إن هي عاوزاه يوصلها لمنطقة الشمال علشان هي معتقدة إن أختها هتكون هناك. فبيوافق كريستوف برغم إنه ما بيبقاش فاهم حاجة ولا عارف هي مين. وبعد شوية بيبدأوا يتحركوا، وفي الطريق بتحكي له أنا على اللي حصل، وبتقول له إن أختها إلسا مش عاوزاها تتجوز حبيبها. فبيقول لها كريستوف إن أختها عندها حق، وإنها ما ينفعش تتجوز شخص لسه متعرفة عليه. فبتحاول أنا إنها تبرر له موقفها، ولكن كريستوف بيطلب منها تسكت علشان بيبقى في أصوات غريبة حواليه. وفجأة بيلاقوا مجموعة من الذئاب محاصراهم، فبتجري الغزالة بتاعت كريستوف بسرعة علشان الذئاب ما تاكلهمش، ولكن كريستوف بيقع وبتحاول الذئاب إنها تهجم عليه، ولكن أنا بتنقذه في آخر لحظة. وبعدها بيوصلوا لحافة الجبل، وبينطوا للناحية التانية وبتقع العربية وبتتحرق. فبتوعده أنا إنها لما ترجع المدينة هتجيب له عربية جديدة بدل اللي راحت. وأثناء ما بيكونوا في طريقهم بيقابلوا رجل تلجي، واللي بيقول لهم إن هو اسمه أولاف، وبيعرفوا منه إن إلسا هي اللي صنعته. وساعتها بتحس أنا إنها سمعت اسم أولاف ده قبل كده، وبنعرف إن أولاف اللي بتبقى إلسا صنعته لأنا وهم صغيرين، ولكن بتكون أنا برضه ناسياه علشان ذاكرتها اللي اتمسحت. وبيقول لهم أولاف إن هو عارف مكان إلسا وهيوصلهم ليها. وفي المدينة بيكون الأمير هانز بيوزع بطاطين على السكان علشان الجو اللي اتحول من صيف لشتا بسبب إلسا. وساعتها بيرجع حصان أنا للمدينة، وبيشوفوا هانز وبيقلق على أنا، وبيطلب حرس علشان يروحوا معاه يدوروا عليها. فبيقول الوزير إن الحراس بتوعه هيروحوا معاه، وبيأمرهم يموتوا إلسا علشان يسيطر على حكم المدينة. وفي الوقت ده بينجح أولاف وبيوصل أنا وكريستوف لقصر إلسا، وقبل ما يدخلوا القصر بتطلب منهم أنا إنها تدخل لوحدها علشان تتكلم مع أختها الأول. وبتدخل أنا فعلا وبتقابل أختها، وبتحاول تقنعها إنها ترجع معاها للمدينة، بس بترفض إلسا إنها ترجع معاها لأنها مش عاوزة تأذي حد تاني بقوتها السحرية. فبتترجاها وبتقولها إنها لازم ترجع معاها علشان تستخدم قوتها وترجع السيف تاني للمدينة. فبتنفعل إلسا وبتقولها إنها لسه ما بتعرفش تتحكم في قوتها بشكل كامل، وبتضرب أنا بالتلج من غير ما تقصد. فبيروح لها كريستوف علشان يطمن عليها، وبيقول لها إنهم لازم يمشوا حالا. فبترفض أنا إنها تمشي من غير أختها، فبتتضايق إلسا وبتصنع رجل تلج عملاق بيطردهم بره القصر. وفجأة بيتحول شعر أنا للون أبيض، ولما بيلاحظ كريستوف شعرها بيقلق عليها، وبيحس إن وضعها كده خطير جدا، علشان كده بيقرر ياخدها لأصحابه السحريين. وفي الطريق بيكلمها كريستوف عنهم، وبيقول لها إن هما اللي ربوه وهو صغير، وإنه بيعتبرهم عيلته الوحيدة. ولما بيوصلوا بنكتشف إن أصحابه دول يبقوا الكائنات السحرية اللي عالجت أنا وهي صغيرة، وبيظهر إنهم بيحبوا كريستوف جدا، وبيكونوا فاكرين أنا حبيبته. فبيقول لهم كريستوف إنها صديقة ليه مش أكتر، ولكن بيكون واضح عكس كده وإنه فعلا بدأ يحبها. وبعدها بيجي قائد الكائنات دي وبيكشف على أنا، وبيقول لها إنه للأسف مش هيقدر يعمل لها أي حاجة، وده لأن الضربة جت في قلبها، وإن كده قلبها قرب يتجمد بشكل كامل، والحل الوحيد علشان تخف هو إنها تقابل حب حقيقي. وبيبدأ شعرها يتلون للأبيض بشكل أكبر، وبتتعب أنا أكتر وأكتر. فبيقرر كريستوف إنه يوديها لهانز علشان ينقذها. وفي الوقت ده بيوصل هانز للقصر بتاع إلسا، وبيكون معاه الحراس وبيدوروا على أنا وإلسا. بس فجأة بيظهر رجل التلج العملاق وبيضربهم علشان يبعدوا عن القصر. فبيجروا الحراس بسرعة علشان يقتلوا إلسا زي ما الوزير قال لهم، بس إلسا بتواجههم وبيضربوا عليها سهام كتير علشان يموتوها، لكنها بتتصدى ليهم، وبيكون في واحد منهم كان هيسيبها، ولكن هانز بينقذها على آخر لحظة. وبيتغير مسار السهم وبيسيب النجفة الثلجية اللي متعلقة في السقف،
فبتحاول إلسا تهرب من تحتها بسرعة وبعدها بيغمى عليها، وتاني يوم بتصحى وبتلاقي نفسها محبوسة في زنزانة، وبيكون هانز هو اللي حبسها. وفي الوقت ده بيوصل كريستوف للمدينة وبيسلم أنا للحراس علشان يوصلوها لحبيبها هانز، وبيمشي وهو زعلان لأنه حبها واتعلق بيها. وبتروح أنا لهانز وهي تعبانة جدا وبتحكي له كل اللي حصل، وبتقوله إن قلبها بيتجمد وهتموت وإن حبه ليها هو اللي هينقذها. فبتتغير ملامح هانز وبيقول لها إن هو ما بيحبهاش وإنه كدب عليها علشان يسرق حكم المدينة، خصوصا لما عرف إن علاقتها بأختها متوترة وإن في مشاكل بينهم. علشان كده بيقرر إنه يسيبها تموت، وبيقول لها إنه هيموت إلسا هي كمان ويتخلص منها علشان يسيطر على المدينة ويبقى هو الملك، وبيسيبها وبيمشي. بس وقتها إلسا بتقدر تفك الحديد اللي في إيديها وبتهرب من السجن. وبيكون كريستوف مروح في الطريق ولكنه بيلاحظ عاصفة ثلجية قريبة من القصر الملكي، فبيرجع بسرعة علشان ينقذ أنا. وفي القصر بيدخل أولاف على أنا وبيلاقيها واقعة على الأرض من البرد، فبيولع النار علشان تتدفى وبيسألها عن اللي حصل. فبتحكي له كل حاجة حصلت وبتقوله إن هانز طلع ما بيحبهاش، فبيقول لها إنها ما خدتش بالها إن الشخص اللي كان بيحبها فعلا هو كريستوف. وفي الوقت ده بتحاول إلسا إنها تهرب من المدينة وما بتكونش عارفة أي حاجة عن اللي بتحصل لأختها، فبيروح لها هانز وبيكدب عليها وبيقول لها إن أختها ماتت بسببها وإن هي اللي جمدت قلبها. فبتنهار إلسا وبتقع على الأرض، وبيستغل وقتها هانز الفرصة وبيحاول يموتها من غير ما تاخد بالها. بس أنا بتشوف كل اللي بيحصل وبتروح بسرعة تنقذ أختها، وبتقف قدام هانز لحد ما بتتجمد تماما وبتصد ضربة السيف بتاعه وبيتكسر. لكن إلسا بتشوف أختها وبتحضنها وهي بتعيط وبتبقى زعلانة جدا علشان هي اللي كانت السبب في اللي حصل ده كله. وفجأة بيبدأ التلج اللي على أنا يسيح، وبتكتشف أنا إن الحب الحقيقي كان في حب أختها ليها اللي كانت طول الوقت بتحاول تبعد عنها علشان تحميها من قوتها السحرية. وبتفرح إلسا جدا برجوع أختها ليها، وبتقدر ساعتها إنها تسيطر على قوتها بالكامل، وبتسحب كل التلج اللي في المدينة وبيرجع الصيف مرة تانية. وبتسجن هانز والوزير بتاعها بعد ما عرفت مخططاتهم، وبعدها بتفاجئ أنا كريستوف وبتجيب له عربية جديدة زي ما وعدته. وبيفرح كل سكان المدينة برجوع الصيف مرة تانية وبرجوع الملكة إلسا اللي بقت قادرة تتحكم في قوتها، وبتجمد الأرض علشان تخلي سكان المدينة كلهم يرقصوا على الجليد. وبترجع البهجة والسعادة والحب الحقيقي للمدينة من تاني. فيلمنا بيبدأ بمشهد من الماضي وبنشوف فيه إلسا وهي بتلعب مع أختها أنا، وبتستخدم قوتها السحرية علشان تصنع لها رجل تلجي. وبعدها بيجي باباهم وبيحكي لهم حكاية قديمة جدا حصلت معاه وهو صغير، لما كان في غابة مسحورة في أرض الشمال، وكان عايش فيها شعب الغابة واللي بيكونوا بيتحكموا في قوة الطبيعة وبيحميهم عناصر الطبيعة الأربعة اللي هما الهواء والمية والنار والتراب. وبيروح لهم جد إلسا وأنا واللي بيبقى ملك مدينة أرندال في الوقت ده، وبيعمل معاهم معاهدة صداقة وبيعبر لهم عن حبه ليهم، وبيبني لهم سد كبير علشان يخزنوا فيه المية بتاعتهم. وبعدها بيجتمع الشعبين علشان يحتفلوا ببناء السد ده، ولكن فجأة بيحصل بينهم معركة من غير سبب وما بيكونش حد عارف مين اللي بدأها، وبيقع ملك المدينة وبيموت. وبسبب الحرب اللي كانت بين الشعبين بتغضب العناصر الأربعة اللي بتحمي الغابة وبتنزل عليهم بصخور لحد ما بتصيب والد أنا وإلسا وبيغمى عليه. وساعتها بيظهر حد وبينقذه باستخدام السحر، ولكن فجأة بيسمع صوت غريب اللي تقريبا بيبقى قوة عناصر الطبيعة وبتحاول تتواصل معاه. وبعدها بيظهر ضباب شديد في الغابة وبتمنع وقتها العناصر الأربعة دخول أو خروج أي حد من الغابة. وبتخلص الحكاية وبيقول لهم باباهم إنه صحى بعدها ولقى نفسه في المدينة، ومن ساعتها هو حاكم المدينة بعد موت باباه. وبيكلم إلسا وبيقول لها إن قوة الغابة المسحورة لازم هتستيقظ مرة تانية، علشان كده لازم يستعدوا ويحموا مدينتهم من أي خطر. وبنرجع بعدها للحاضر وبيجي واحد من الحراس وبيستدعي إلسا علشان تقول كلمة لشعبها، ولكن فجأة بتسمع إلسا صوت عناصر الطبيعة اللي كان باباها بيسمعه. فبتسأل الحارس إذا كان سمع الصوت ده، لكنه بيقول لها إنه ما سمعش حاجة. وبنفهم من كده إن الصوت ده محدش سمعه غيرها. وبالليل بتقعد إلسا مع أختها أنا وحبيبها كريستوف وبيلعبوا لعبة مع بعض، ولما بيجي الدور على إلسا بتسمع الصوت مرة تانية فبتتوتر وبتمشي بدون أي مقدمات. وقتها أنا بتكون حاسة إن في حاجة غريبة بتحصل مع أختها، وفي الوقت ده بيكون كريستوف بيحضر نفسه علشان هيفاجئ أنا ويتقدم لها بطريقة رومانسية، وبيجيب لها خاتم علشان يعرض عليها الجواز، ولكنها ما بتكونش شايفاه وبتخبطه بالغلط وبيقع منه الخاتم. وبيقدر كريستوف يلحقه قبل ما يضيع، ولكن أنا بتفضل تتكلم وما بتدلوش فرصة وبتسيبه وتمشي.
وبعد شوية بتروح أنا لأوضة أختها إلسا وبتلاقيها لابسة لبس مامتها وهي متضايقة، فبتسألها إذا كانت كويسة، ولكن إلسا بتكدب عليها وبتقولها إنها كويسة. وبعد ما بيناموا بتسمع إلسا الصوت مرة تانية، فبتقرر إنها تعرف مصدر الصوت ده، وبتخرج وبتلاقي قدامها نور غريب، وبتفضل تجري وراه لحد ما بيختفي. فبتستخدم إلسا قوتها السحرية وبتعمل كتل تلجية كبيرة جدا، ولكن بعدها بتتفاجئ إن الكتل التلجية دي مرسوم عليها عناصر الطبيعة الأربعة، وبيظهر بعدها نور غريب في السماء، وبتقع الكتل التلجية على المدينة كلها، وفجأة بتختفي المياه من المدينة، وبتيجي عاصفة شديدة جدا بتسحب كل السكان، وبتبدأ الأرض تتحرك، وبيخرج الناس من المدينة. وبتسأل أنا أختها إلسا عن اللي بيحصل، فبتقول لها إلسا إن الغابة المسحورة استيقظت مرة تانية زي ما باباهم كان محذرهم وهما صغيرين، وبتفهم إن الصوت اللي بتسمعه ده هو عناصر الطبيعة، وإنهم بينادوها علشان تساعدهم. وفجأة بتيجي الكائنات الغريبة اللي عالجت أنا وهي صغيرة، وبيقول قائدهم لإلسا إن هي لازم تعرف الغابة المسحورة استيقظت ليه، وتكشف سر الماضي اللي محدش يعرفه لحد دلوقتي. وبيكون السر ده إنها تعرف السبب اللي خلى الحرب تبدأ بينهم وبين شعب الغابة المسحورة. فبتقرر إنها تدخل الغابة المسحورة وتعرف مصدر الصوت ده، وتدور على حقيقة اللي حصل في الماضي. فبتقول لها أنا إنها هتروح معاها هي وكريستوف، وبتطلب إلسا من قائد الكائنات المسحورة إنه يخلي باله من أهل المدينة لحد ما ترجع. وبعد شوية بيركبوا العربية بتاعت كريستوف وبيمشوا في طريقهم للغابة، وبيحاول كريستوف يكلم أنا مرة تانية في موضوع جوازهم، ولكنه ما بيقدرش لأنها بتغير الموضوع وبيتكلموا بخصوص الغابة المسحورة. وفجأة بتسمع إلسا صوت عناصر الطبيعة، فبتطلب من كريستوف إنه يوقف العربية، وبتروح في اتجاه الصوت لحد ما بتلاقي ضباب كتير جدا، وبتفهم إنها وصلت للغابة المسحورة. وبتحاول تخلي أولاف يدخل الغابة، ولكنه بيلاقي نفسه بيخرج، وده لأن قوة عناصر الطبيعة ما بتسمحش لحد يدخل أو يخرج من الغابة. فبتستخدم إلسا سحرها وبتكشف الضباب عن الغابة، وساعتها بتظهر تماثيل حجرية لعناصر الطبيعة الأربعة، وبيفتكروا كلام باباهم عن قوة عناصر الطبيعة. وبعدها بيقدروا يدخلوا الغابة المسحورة اللي بيكونوا منبهرين بجمالها، وبيشوفوا السد اللي بناه جدهم الملك. ووقتها بيقرب كريستوف من أنا وبيستغل إنها واقفة لوحدها، وبيحاول يتقدم لها مرة تانية، ولكن كالعادة أنا ما بتكونش مركزة معاه وبتقلق على أختها إلسا، وبتسيبه وبتروح تدور عليها لحد ما بتلاقيها في الغابة وبيجتمعوا كلهم من تاني. وفجأة بيجي إعصار بياخدهم، وبتحاول إلسا إنها تنقذهم، وفعلا بتخرج أنا وكريستوف وبتستخدم قوتها وبتجمد الإعصار تماما. وبعدها بيظهر ذكريات قديمة لأحداث حصلت في الغابة دي، وبتشوف إلسا تماثيل تلجية، وبيقول لها أولاف وقتها إن عناصر الطبيعة بتمتلك ذكريات الماضي وإن التماثيل دي لأحداث قديمة حصلت. فبيقتنعوا بكلام أولاف، وبتلاقي إلسا بعدها تمثال لوالدها وهو صغير ومعاه الست اللي أنقذته لما أغمى عليه في الغابة المسحورة. وفجأة بيسمعوا صوت غريب، وبيظهر شعب الغابة المسحورة، وبيتصدم حراس المدينة اللي اتحبسوا في الغابة المسحورة بعد الحرب، وبيقرروا يحاربوا بعض مرة تانية، ولكن بتوقفهم إلسا وبتستخدم سحرها وبتعمل سد جليدي علشان تمنعهم عن بعض. فبتستغرب قائدة شعب الغابة المسحورة لأن إلسا من شعب المدينة والمفروض ما عندهمش قوة سحرية، وإن شعب الغابة بس هما الوحيدين اللي بيقدروا يستخدموا السحر. فبتقول لها إلسا إنها بتسمع أصوات الطبيعة اللي بتستدعيها علشان تحرر الغابة. وفجأة بيظهر كائن صغير وبيحرق الغابة وبيولع في كل الشجر، فبتستخدم إلسا قوتها علشان تطفي النار، وساعتها بتسمع الصوت من تاني، وبتتفاجئ إن السحلية كمان سمع وعرف مصدره. وبتقرر إلسا إنها تروح مع السحلية علشان تحدد مصدر الصوت ده، وأنا بتكون خايفة عليها لكن إلسا بتهديها. وبعدها بتروح إلسا وأنا لتمثال التلج بتاع باباهم من تاني، وبيكتشفوا إن مامتهم هي اللي أنقذت باباهم وهو صغير، وإنها أصلا من سكان الغابة، علشان كده إلسا ورثت منها قدراتها وبقى عندها قوة سحرية. وبيحتفل سكان الغابة بإلسا علشان هي طلعت واحدة منهم. وبعدها بتروح مع واحدة من شعب الغابة وبتقول لها إن في 4 عناصر للطبيعة، ولكن في عنصر خامس بيتحكم في كل العناصر دي، وإن الصوت اللي هي بتسمعه ده يبقى صوت العنصر الخامس ده. وفجأة بيحصل هزة أرضية وبيظهر عمالقة واللي بيكونوا بيكرهوا البشر، وساعتها بتقرر إلسا إنها تروح لهم وتتفاوض معاهم، ولكن بتمنعها أختها أنا وبتفكرها إن مهمتهم يلاقوا مصدر الصوت اللي بتسمعه بس. وفجأة بيجي حد وبيقول لهم إن أكيد العمالقة دول عرفوا بوجودهم في الغابة، فبيقرروا كلهم إنهم يتحركوا ناحية الشمال علشان يروحوا لمصدر الصوت. وبتسأل أنا على كريستوف،
فبتعرف إنه دخل الغابة مع واحد من القبيلة، وبيكون كريستوف مع واحد من شعب الغابة ومعاه مجموعة من الغزلان، وعاوز يفاجئ حبيبته أنا ويطلب إيديها بطريقة رومانسية. فبيشوف خيال حد جاي من بعيد وبيفتكرها هي، وبيقول بصوت عالي إنه بيحبها وعاوز يتجوزها، ولكنه بيتفاجئ لما بتطلع قائدة شعب الغابة وبتقوله إن حبيبته أنا مشيت مع أختها وراحوا ناحية الشمال. فبيتضايق كريستوف وبيحس إن أنا مش بتفكر فيه. وفي الوقت ده بتوصل أنا وأختها للمنطقة المهجورة، وبيلاحظوا حاجة غريبة جدا، وهي السفينة اللي باباها ومامتها غرقوا بيها. فبيدخلوا السفينة وبيبدأوا يدوروا على أي حاجة تفهمهم اللي حصل، وبتكتشف أن رسالة مامتهم كتبتها وبتقول فيها إنهم لقوا مصدر قوة إلسا. وبعدها بيلاقوا خريطة وبيكتشفوا إن مصدر قوة إلسا موجود في نهر معين. فبتفتكر أن كلام أولاف لما قال لهم إن قوة الطبيعة ليها ذكريات، فبتستخدم قوتها علشان تحول المية اللي موجودة على السفينة لتماثيل تلجية على هيئة باباها ومامتها علشان تفهم اللي حصل. وبيبان إن باباها ومامتها عرفوا إن مصدر قوة إلسا في النهر، وقرروا يروحوا للنهر ده علشان يكتشفوا طريقة يقللوا بيها قوة إلسا، لأن في الوقت ده قوتها كانت كبيرة وممكن تهدد حياة الناس. لكن أنا بتشجعها وبتقولها إنها ملهاش ذنب في اللي حصل، وبتفكرها إن هي الوحيدة اللي تقدر تحرر الغابة المسحورة من اللعنة وترجع السلام من تاني بين الشعبين. فبتقول لها إلسا إن في قوة سحرية 5 بتتحكم في كل قوى الطبيعة، وإن القوة دي موجودة في النهر، وإنها لازم تروح لوحدها علشان تعرف كل اللي حصل في الماضي. فبترفض أنا وبتقول لها إن أي حد بيقرب من حدود النهر ده بيغرق، علشان كده مش هتسيبها لوحدها. فبتتأثر إلسا وبتحضنها، وفجأة بتستخدم إلسا قوتها السحرية وبتعمل مركب وبتركبهم فيه وبتبعدهم عنها علشان فعلا بتكون خايفة على أختها. وبعد شوية بتوصل إلسا لحدود النهر وبتستخدم سحرها علشان تعدي النهر، لكن بتكون قوة المية بتتحكم وبتعمل أمواج عالية جدا بتمنع إلسا من إنها تعدي. وفجأة بيظهر حصان سحري في المية وبيحاول يغرقها، لكن إلسا بتحاول تهرب منه. وساعتها بتكتشف إن الحصان ده يبقى عنصر المية، وإنه متجسد على هيئة حصان مائي وبيحمي حدود النهر من أي دخيل. فبتستخدم إلسا قوتها وبتعمل حبل وبتركب فوق الحصان علشان تحاول تروضه، وبالفعل بتنجح وبتجري بالحصان فوق المية لحد ما بتوصل لكهف وبتسمع صوت قوة الطبيعة ال5. فبتفهم إن الكهف ده هو مصدر الصوت اللي بتدور عليه. ولما بتدخل بتكتشف إن العنصر الخامس ده هو التلج، وإن هو أقوى قوة في القوى السحرية ال5، وإن هي اللي بتربط بينهم كلهم. وبتتفاجئ كمان إن الصوت اللي كانت بتسمعه هو صوت مامتها. وبعدها بتشوف كل ذكريات طفولتها اللطيفة وذكريات الحب مع باباها ومامتها، ولكن بتتفاجئ لما بتشوف ذكريات جدها الملك اللي بنى السد لشعب الغابة المسحورة، وبتكتشف إن جدها هو السبب في الحرب بين الشعبين، لأنه كان قلقان من إن شعب الغابة يستخدم السحر وإن قوتهم تبقى أكبر من قوته. ووقتها بنى السد علشان يحصر كل المية في مكان واحد بحيث ما تستفادش الغابة بالمية. وبتدور إلسا أكتر ورا ذكريات جدها علشان تعرف أكتر عن الماضي، وبتنزل لقابو مظلم. وبعدها فجأة بتبدأ إلسا تتجمد بالكامل لأن القابو بيستنزف كل طاقتها. ولكن قبل ما تتجمد تماما بتستخدم سحرها وبتبعت لأختها نور في ذكرياتها بيكون فيه كل اللي هي اكتشفته. وقتها بتكون أنا وأولاف في كهف غريب، وبتعرف عن طريق النور إن جدها كان بيحاول يقتل قائد شعب الغابة، وبتفهم إن اللي جدها بناه ده بيضر الغابة وكل الكائنات اللي فيها. فبتقرر أن إنها تدمر السد ده وتحرر الغابة من اللعنة. وفجأة بيبدأ أولاف يسيح، وساعتها أنا بتفهم إن إلسا في خطر لأن أولاف كان عايش بسبب سحرها. وبيختفي أولاف وبتخرج أنا من الكهف وهي محبطة، وبعد شوية بتستجمع شجاعتها من تاني وبتقرر إنها هتدمر السد. وبتروح بسرعة للعمالقة وبتستفزهم علشان يجروا وراها وتخليهم يدمروا السد، وبتحاول تهرب منهم بسرعة، بس بسبب قوتهم بتقع أنا على الأرض وبيجي كريستوف في آخر لحظة وبينقذها. وبعدها بتطلب منه يوديها للسد لحد ما بتوصل وبتلاقي قائد جيش مدينتها واقف على حدود السد علشان يمنع العمالقة من إنهم يدمروه. وبيقول لها القائد إن جدها الملك أمره يحمي السد ده بأي تمن. فبتقول له أنا إن جدها هو اللي خان شعب الغابة، وإن هو اللي كان السبب في الحرب دي أصلا، علشان كده لازم تدمر السد ده علشان تحرر الغابة من اللعنة ويرجع السلام تاني بين الشعبين. فبيقتنع قائد الجيش بكلامها وبيساعدها في إنه يلفت انتباه العمالقة وبيستفزوهم. وبتبدأ العمالقة تحدف عليهم صخور، وبتروح أنا عند السد وبيحدف العمالقة الصخور عليه، ولكنها بتقع وبيلحقها قائد الجيش وكريستوف في آخر لحظة.
وبعدها فعلا بيتدمر السد وبيظهر في نص السما العنصر الخامس اللي هو التلج، وبكده بتتحرر إلسا بعد ما كانت متجمدة بالكامل، وبتقع في المية وبينقذها الحصان المائي. ووقتها بيكون في أمواج كبيرة جدا في طريقها، وده لأن السد كان حاجز المية عن المدينة لفترة طويلة، وبالتالي بعد ما اتهدم هتدمر المية المدينة كلها. ولكن بتيجي إلسا وهي راكبة الحصان وبتستخدم سحرها وبتبعد المية عن المدينة في آخر لحظة، وبيفرح شعبها علشان إلسا أنقذت المدينة. ومن الناحية التانية بتتفك لعنة الغابة المسحورة، وبيختفي الضباب اللي كان عليها، وبيتحد شعب الغابة مع شعب المدينة مرة تانية، وبيكونوا كلهم فرحانين علشان كل حاجة رجعت لطبيعتها. لكن أنا بتكون متضايقة علشان بتكون فاكرة إن أختها إلسا ماتت، وفجأة بتلاقي كتلة تلجية بتطير قدامها، فبتروح وراها لحد ما بتوصل لقمة جبل عالي، وبتشوف أختها إلسا وهي راكبة الحصان وبتمشي على المية لحد ما بتوصل للشط، فبتحضنها وهي منهارة وبتشكرها إلسا لأنها أنقذتها. وبيروح لهم كريستوف وهو سعيد برجوعها، وبتستخدم إلسا سحرها وبترجع أولاف مرة تانية، وبتركب له أن الإيد الخشبية بتاعته، وبتكون فرحانة جدا برجوعه ليهم مرة تانية. وبيستغل كريستوف اللحظة السعيدة دي وبيعرض على أن الجواز وبتوافق، وبتكون مبسوطة جدا. وبعد فترة بتتنازل إلسا عن حكم المدينة لأختها، وبتقرر تعيش في الغابة المسحورة علشان تحميها، علشان بتكون هي العنصر الخامس اللي بيربط كل العناصر ببعض. وفي احتفال الشعب بتتويج الملكة أنا بتبعت لأختها إلسا في الغابة، فبتقرأ إلسا الرسالة وبتاخد الحصان بتاعها علشان تروح لأختها ويحتفلوا مع بعض. وبس كده، ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتوش، وفعلوا الجرس علشان الحواديت الجاية ما تفوتكوش أبدا، ونتقابل في حدوتة جديدة. باي باي.